ليه يتمنع عني حاجة انا كان نفسي فيها؟ اعرف انه ما منعك الا ليعطيك، وما منعك الا ليحميك، وما منعك الا ليربيك. ما منعك الا ليحميك. شاب يعني طفل من الاطفال اتولد في مصر وكان اتولد باعاقات كتير جدا، جسمه مليان اعاقات. فواحد من الاغنياء صعب على الطفل ده جدا، فقال انا هتكفل بعلاجه حتى لو عمل 100 عملية على حسابي لحد ما يبقى طفل سليم 100% زيه زي باقي الاطفال. عمل له عمليات وصرف عليه ياما لحد ما بقى كويس. الطفل ده كبر وبقى شاب وسافر. ايام ما كان شباب مصر كلهم بيسافروا على العراق، سافر العراق مفيش موبقة من الموبقات ما عملهاش، زنا، خمر، مخدرات، كبائر. ده بقى الصحة اللي هو خدها دي في مصلحته ولا مش في مصلحته؟ او لو يبقى لما واحد يمنع الصحة ما يقولش ربنا منعني ليه؟ انت ما انتش عارف اللي نفسك فيه ده لو انت خدته انت هتعمل بيه ايه؟ انت ما انتش عارف. ما منعك الا ليحميك. انت ما انتش عارف. ويدعو الانسان بالشر